تعرفوا ان باسل الخياط قال ان هو شخص غير رومانسي بالمره، وان هو ملوش اي علاقه بالادوار اللي بيعملها. هو على الحقيقه راجل عقلاني جدا وملوش في التعبير عن المشاعر والحاجات دي. طب لما باسل الخياط بمسلسلاته وادواره يقول ان هو مالوش في الرومانسيه نهائي، امال مين ليه؟ محدش. ليه؟ لان احنا لازم نعرفه ان المسلسلات اللي كبرنا بنتفرج عليها والدراما التركي كل دي حاجات ملهاش علاقه بالواقع. حتى لو الراجل العربي اللي من هو طفل بيتقال له ما تعبرش عن مشاعرك وانشف كده وخليك راجل، طلع على غير العاده شخص رومانسي وبيعرف يعبر عن مشاعره، عمره ما هيكون زي اللي بنشوفهم في المسلسلات. ليه؟ لان دي مجرد دراما. طب ايه الخطر في ده؟ الخطر ان احنا من واحنا صغيرين بنتفرج على الحاجات دي، فده بيخلي عندنا الاكسبكتيشنز ملهاش اي علاقه بالواقع. ودي من اكتر الحاجات اللي ممكن تحول اي علاقه ممكن تبقى صحيه لعلاقه غير ناجحه وحزينه جدا. لان لو الاكسبكتيشنز بتاعتي غير واقعيه وملهاش علاقه بالواقع، اللي بيحصل لما بيتقدم لي على ارض الواقع حاجه تانية، شكل من اشكال الحب، زي ان راجل مثلا عربيتك تبوظ يروح هو يصلحها لك. لما الحاجات دي بتحصل احنا احيانا ما نفهمش ان ده حب، لان انا بقى متوقعه ان هو يقعد يقول كلام وفجاه يشيلني وحاجات كده ملهاش اي علاقه باللي بيحصل. طول ما انا عندي توقعات غير واقعيه وانا بحس ان انا مش فولفيت مش ساتسفايد بالعلاقه. من اكتر الحاجات اللي هتساعدكم ان انتوا تعيشوا علاقات حقيقيه وصحيه ان التوقعات بتاعتكم توقعات عقلانيه حقيقيه، مش جايه من الدراما او من السوشيال ميديا اللي كلها فيك، او بسبب احتياجات لم تلبى في الطفوله. لو محتاجين مساعده في الجزء ده تقدروا تحجزوا معايا سيشن اونلاين، وما تنسوش تبعتوا الفيديو ده لحد محتاج يسمعه.